السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم معي خديجة برهان في برنامج أنا وإنت. ليش نحن في علاقاتنا الاجتماعية نعاني من بعض المشاكل؟ المشاكل اللي نحن نشتكي دائما منها هي في الغالب جاية من عدم الوضوح والصراحة في التواصل. يعني العلاقات الاجتماعية دائما تحتاج أن يكون فيها كثير من الصراحة والوضوح، لكن ليش نحن ما عندنا صراحة ووضوح في علاقتنا الاجتماعية؟ لما نيجي نقول الصراحة والوضوح ونتكلم عن هذا الجانب، احنا قصدنا في الصراحة في الكلام، في إظهار المشاعر، في التعاطف، في البساطة، في أني أنا اليوم لما نتعامل مع الناس أكون زي ما أنا أو زي ما أعرف نفسي على الأقل. ليش يكون هذا الوضع صعب؟ كلنا نعرف إن هو شيء صعب، وكلنا ممكن نتفق. نحن دائما في اجتماعات النساء، كل النساء تقريبا أو أغلب النساء هم ما بيتصرفوا على طبيعتهم وما بيكون عندهم وضوح وصراحة. والسبب في الحقيقة هو عشان يتجنبوا المشاكل، أو يمكن مجاملة، أو ممكن لأنهم يحبوا أنه دائما تكون صورتهم مثالية قدام النساء الأخريات. لكن ماذا لو كنت أنا اليوم على طبيعتي واتكلم مع الناس بصراحة ووضوح؟ إيش المشكلة في الأمر هذا؟ ممكن تخافي إنك تكوني على طبيعتك، وأنا في الحقيقة ما ألومك على هذا الشيء، لأنه إحنا تربينا على مبدأ أنه إحنا نجامل ونساير ونداري ونخبي كل شيء داخل قلوبنا ومشاعرنا، عشان ما نجرح اللي قدامنا، وعشان ما نفسد العلاقات، وعشان الناس ما تقول علينا أن إحنا ما نحترمهم وما نقدرهم إلى آخره. لكن خليني أقول لك شيء حلو. كل ما كنت أنت على طبيعتك وبساطتك راح تكوني مقبولة عند الناس، أو خلينا نقول بطريقة ثانية أفضل، راح تكوني مقبولة في مجتمع النساء. ليش طيب؟ لأنه الصراحة والوضوح هما المفتاح تبعك للشعور بالأمان تجاهك. ممكن تقولي لي اليوم لو أنا كنت واضحة وصريحة ممكن الناس تتهمني إن أنا إنسانة ناشفة، أو ممكن إن أنا إنسانة يعني ما عندي ذكاء اجتماعي، لأني أنا اليوم بسيطة جدا في طريقة توجهي. ممكن تقولي لي أي شيء وحقول لك صح كلامك، لكن إيش المهم بالنسبة لك؟ أنه الناس تقول ولا أنت اللي تقولي؟ إحنا في العلاقات الاجتماعية نحتاج الصراحة والوضوح عشان نبين وجهة نظرنا، عشان نعبر عن نفسنا، عشان نعبر عن واقعنا، عشان نتكلم براحة، عشان نقول عن مشاعرنا، عن أفكارنا، عن اهتماماتنا بدون ما نخاف. لكن المشكلة فين هي؟ هي المشكلة في الصراحة والوضوح ولا في شيء آخر؟ خليني أقول لك على هذا السر الصغير. المشكلة مو في الصراحة والوضوح، المشكلة في الأسلوب اللي يتبع فيه الإنسان لما يتكلم بصراحة ووضوح. بعض النساء لما تتكلم بصراحة ووضوح يكون كلامها مؤذي، ولما تقولي لها ترى كلامك ما هو كويس، تقولك أنا كذا، أنا أحب أكون واضحة وصريحة وصادقة معاكي. طبعا يمكن تكون هي صادقة بالفعل، ويمكن تكون في قلبها كلام مشحونة منه وتبغى تطلعه بهذه الطريقة، بس بغض النظر عن أنه يمكن هذا الأسلوب غير صحيح. الأسلوب قاعد أقول أنا الأسلوب خطأ. لما أنا اليوم أبغى أتكلم عن شيء بشكل سلبي، أسلوبي مهم جدا أثناء الكلام، مو الكلام. دائما نحن نقول إيش؟ مو مهم الحق اللي احنا نقوله، لكن كيف نحن نقدم الحق للناس هو المهم. بالضبط هذا زي الأكلة، مو مهم الوجبة اللي اليوم أنت راح تقدميها لأهل بيتك ولا اللي تحبيه، لكن كيف راح تقدميها هي اللي المهمة في الموضوع. وهذا نفس الشيء في العلاقات الاجتماعية. قد ما نقدر لو كنا احنا واضحين وصريحين جدا لما نتكلم مع الناس ونتواصل معاهم ونقول آراءنا ونظهر نفسنا ومشاعرنا معاهم وبأسلوب لطيف جدا، راح يكون عندنا القبول لكل الكلام اللي حنقوله. حتى لو كان كلام ثقيل جدا على النفس، راح تتقبل النفوس لأنه انقال بأسلوب حلو جدا ولطيف. في الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال لنا؟ قل خيرا أو فاصمت. إيش معناها؟ معناها اليوم إذا أنت تبغى تتكلمي فكري في الكلام تبعك، إيش الفائدة من الكلام اللي راح أقوله؟ أول شيء. ثاني شيء كيف راح أقوله؟ هذا مهم.
طبعا بلاش نتعمق كثير في مسألة كيف رح أقول هذا الكلام ونعقد الموضوع لدرجة أنه من كثر التفكير فيه ما عاد أبغى أقوله. لا، الموضوع بسيط جدا. إيش الأسلوب اللي أنت تحبي الناس تكلمك فيه؟ هو هذا المقياس. أنا اليوم إذا كنت أحب أن الناس تكلمني بلطافة وبهدوء وبأسلوب حلو جدا ولطيف وخفيف وبكلمات جميلة جدا ما تنفرني من الموضوع نفسه، معناها هو هذا الأسلوب المناسب في الكلام مع الناس. يمكن واحدة تيجي تقول لي هذا الأسلوب ما يناسب أو إنه ما ينفع، أو ممكن تيجي واحدة كمان تقول أنا جربت هذه الطريقة لكنها ما فادتني. كونك جربتي هذه الطريقة وما فادتك ما يجعلها أنها هي غير صحيحة، يجعلها أنه أنت تحتاجي تفكري أكثر وأكثر وتتعلمي أساليب كثيرة جدا، لأن الأسلوب ما هو شيء واحد، الأسلوب شيء متغير حسب الشخص اللي قدامي. إذا كنت اليوم أبغى أتكلم مع امرأة كبيرة في السن عجوزة، تحتاج طريقة معينة في الكلام وأسلوب في الكلام يدل على الاحترام أول شيء. وإذا كنت أبغى أتكلم مع بنت صغيرة في موضوع ما، معناها أنا أحتاج أتكلم معها بأسلوب فيه الكثير من الحنان. وإذا كنت أبغى أتكلم مع بنت شابة في موضوع ما، معناها أسلوبي لازم يكون فيه كثير من الثقة وكثير من التشجيع والدعم لها. إذا كل فئة عمرية أو كل شخص ومنزلته يحتاج أسلوب معين في الكلام، وهذا اللي احنا نتكلم عنه دائما وأبدا. الأسلوب هو المهم، مو مهم الكلام اللي ينقال، لأنه كثير من الكلام اللي ينقال هو حق، لكن بسبب الأسلوب الخاطئ مع الأسف الشديد نحن صار عندنا نفور منه. طب هذا الكلام هل ينطبق بس في الكلام اللي فيه نصايح وتوجيهات وإرشادات؟ لا طبعا، حتى في كلام الحب وكلام الغزل وكلام المدح وكلام الثناء والكلام الجميل، كل اللي نعرفه نحتاج نحن نتعلم له أسلوب في إخراجه مهم جدا. اليوم لما عندك أنت حالة من الشعور بالحب تجاه أي شخص، سواء ابن، ابنة، زوج، أب، أخت، أخ، صديقة، لكن ما عرفتي بأسلوب جميل جدا تظهري لهم هذا الحب بكلمات، معناها أنت راح يموت هذا الحب داخل قلبك، وممكن هم يموتوا بدون ما يسمعوا منك كلمة واحدة. حتى لو كان أفعالك تدل على الحب، نحتاج نحن نسمع الكلام الذي يقال، مو أحتاج أني أنا أشوف فقط، لأنه أني أنا أشوف فقط هذا طريقة تفكير العقل. لكن أنا وإنت اليوم نحتاج نشعر. نحن النساء طبعنا سمعي، يعني إحنا نشوف الحياة والعالم كله من خلال أذننا، من خلال ما نسمع. أنا وإنت اليوم لو نبغى نحكم على أي شيء نحن نحكم عليه من خلال ما نسمع فقط، لكن مو من خلال ما نرى، لأن اللي نشوفه نحن عارفينه، لكن لما أسمع أنا أشوف بطريقة مختلفة تماما تتناسب مع كوني امرأة. وهذا هو اللي احنا دائما أحب أني أنا أركز عليه في الكلام مع نفسي أنا، ولما أجي أكلمك أنت. فأنا وأنت نحتاج اليوم نتعلم الصراحة والوضوح، لكن قبل الصراحة والوضوح أحتاج أنا وأنت نتعلم الأسلوب المناسب للتعبير عن الشيء اللي أنا أبغى أتكلم عنه. طيب كمان شيء تاني، إيش اللي يخلي العلاقات بين النساء بسرعة تضطرب أو يصير فيها مشاكل وحساسيات؟ ممكن وقفتي مرة من المرات وتساءلتي ليش النساء مع بعضهم البعض دايما عندهم حساسيات، أو يشيلوا على بعض في نفسهم لما يتكلموا، أو لما يتكلموا تعمل حساب لكلامها وتوزن وزن دقيق جدا؟ الجواب ببساطة خليني أقول لك إياه، لأن الأسلوب اللي ينقال فيه هو اللي عليه الكلام. يعني بعض الأحيان ممكن تتكلمي أنت في موضوع وما له علاقة بأي إنسان، لكن ممكن واحدة في المجلس هذا اللي تكلمتي فيه تظن وتعتقد أنه هي المقصودة بهذا الكلام، فتزعل وتتحسس، وبعدين أنت تعرفي أنه المسألة كانت فقط هي ظنت هكذا. طيب أنا كيف أتفادى هذا النوع من سوء الفهم اللي ممكن يحدث؟ أني أنا برضو كمان أرجع أقول أتعلم الأسلوب مهم جدا. ذكري دائما معايا وأذكر نفسي معاكي أنه مو مهم الكلام اللي أقوله قد ما هو مهم أسلوبي في الكلام ووضوحي وصراحتي. وضوحي وصراحتي معناها أنه أنا إنسانة صادقة. كل ما أكون أنا واضحة وصريحة معاكي معناها أنا إنسانة صادقة أول شيء مع الله سبحانه وتعالى، ثم أنا معناها صادقة مع نفسي، وصادقة معاكي أنتي لما أبغى أتكلم معاكي في موضوع ما، أو أنا أكون صادقة مع المجموعة اللي راح أتكلم معاهم في أي أمر ما.
ومعنى هذا الصدق معناها أني أنا رح أتكلم بالكلام اللي ينفعنا كلنا بإذن الله تعالى، ونقدر كمان نحن نستمع لهذا القول ونتبع أحسنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بدعوته كان مهم جدا في دعوته أنه يقدم الدعوة نفسها أو يدعو إلى الإسلام من خلال أسلوب جميل جدا. لذلك حتى كفار قريش ما قدروا أنهم يمسكوا عليه ممسك في سلوكه أو في أسلوبه في الكلام، لذلك كانوا يطلقوا عليه الصادق الأمين، الأمين الذي لا يخون، والصادق في كلامه الذي لا يكذب. طيب وهو الصادق الأمين برضو كان لطيف جدا في كلامه معاهم، ويتكلم معاهم بأسلوب يقبلوا به الدعوة، وإذا مرة ما يبغوا يقبلوا الدعوة على الأقل يرفضوها بأسلوب يتناسب مع الأسلوب الذي قدمت به هذه الدعوة. وهذا هو المهم دائما. أنا وإنتي اليوم بصفتنا مسلمات نحتاج نتكلم مع أزواجنا، مع أولادنا، مع بناتنا، مع الناس كلهم في أي جانب من جوانب الحياة بأسلوب واضح وصريح، بأسلوب يشعروا معاه بالأمان والاطمئنان، بأسلوب يقدروا إنهم لما يسمعوني يقبلوا مني الكلام، حتى لو ما راح يطبقوا منه ولا شيء، لكن مجرد قبولهم مني هذا الكلام معناها إن هم يقبلوا مني ما بعده، يعني مستعدين إنهم يسمعوا مني اليوم وبكرة وبعده وبعده وبعده، ومن كثر ما راح يسمعوا مني ومنك هذا الكلام راح يقبلوه، ولما راح يقبلوه راح معناها يكونوا قادرين على تطبيقه وعلى التعامل معه وأخذه بالطريقة الصحيحة. إذن أرجع أذكرك أن المهم أني أنا أكون واضحة وصريحة، أهم منه لكن هو أسلوبنا في الكلام. خليني أتوقف شوية معاك هنا عشان نكمل موضوعنا الجميل واللطيف في الصراحة والوضوح في العلاقات، فلا تروحي بعيد، خليكي هنا. رجعنا البعض بعد الفاصل نكمل موضوعنا الجميل واللطيف، الوضوح والصراحة في العلاقات الاجتماعية. بعض النساء ممكن تتساءل تقول أنا لما أكون أتكلم بصراحة ووضوح مع أحد يزعل مني وياخذ مني موقف، وهذا خلاني أتعقد وأني أنا ما أحب أتكلم إلا أنا أجامل. طب إيش أسوي الآن؟ مشكلتنا أن احنا نهتم كثير برأي الناس أو رأي اللي حوالينا، وما نهتم ونشغل نفسنا في الحقيقة يعني بسلوكنا نحن أو بطبيعتنا نحن أو بطريقة تعاملنا نحن أو إيش نبغى نحن. لما يكون تركيزنا على رأي الناس فينا معناها أنا كل يوم راح أتغير، كل يوم راح أتكلم بطريقة مختلفة، بأسلوب مختلف، بمنهج مختلف، بلسان مختلف، بطريقة تفكير مختلفة جدا. ليش؟ عشان تناسب الناس اللي معايا. لكن لما أكون أنا واضحة وصريحة مع نفسي، وهذا أهم شيء قبل ما أكون واضحة وصريحة مع الناس، إني أنا أكون واضحة وصريحة مع نفسي. يعني أنا ما أحب الكذب، ما أحب النفاق، ما أحب المجاملات الفارغة، أحب الخط المستقيم، أحب الأشياء تكون بالنسبة لي واضحة، وأي أحد لو جاء قال لي نفس الكلام اللي راح أقوله للآخرين أنا كمان راح أتقبله. لما يكون هذه هي أفكاري معناها أن أنا يهمني جدا أني أنا أتعامل بنفس الطريقة، وهذه الطريقة هي أأمن شيء لأني أنا أكون علاقات اجتماعية صحيحة. أكثر العلاقات الاجتماعية اللي كوناها أو الصداقات اللي احنا كوناها في زمان مرة يعني ليش ما زلنا مستمرين فيها؟ لو تسألنا أنفسنا ليش ما زال عندي صديقات من أيام الطفولة لغاية الآن معايا، رح نلاقي نفسنا أن احنا لما كنا صغار وكان عندنا صديقات كنا نحن واضحين وصريحين في هذه العلاقة، لا كنا نجامل ولا كنا نحابي ولا كنا نخاف، كنا بسيطين جدا. يعني أنا يعجبني هذا الشيء أقول أنا يعجبني هذا الشيء، أبغى هذا الشيء أبغى هذا الشيء، هذا الشيء يزعلني خلاص هذا الشيء يزعلني. وهذا اللي خلى علاقتنا تستمر وصداقتنا تستمر الآن. لكن الآن لو نلاحظ شوية ما احنا قادرين نكون علاقات اجتماعية، أو كل علاقاتنا الاجتماعية مع الأسف الشديد إما قائمة على المصلحة أو أنها قصيرة العمر، يعني ما تطول، وأقل مشكلة تحدث هي اللي تسبب المشاكل الكبيرة جدا وتعقد الدنيا. ولو رجعنا لأنفسنا وسألنا إيش المشكلة في هذه الأمور حنلاقي إنه ما كان فيه وضوح وصراحة، فبالتالي أدى ذلك إنه يكون فيه سوء تفاهم.
سوء تفاهم معناها أنه كل واحدة تسمع الكلام بسبب عدم الوضوح والصراحة تفهمه زي ما تبغى، ولما تفهمه زي ما تبغى تفسره زي ما تبغى، ولما تفسره زي ما تبغى معناها تعطي ردة فعل زي ما تبغى. وبعدين لما تصير المشكلة نبدأ ندخل في مهاترات وكلام، انتي قلتي وانتي قلتي وأنا ما كان قصدي وانتي كان قصدك وكذا وبهذا الشكل، ونبدأ نصح. طيب وفي الأخير نرجع لنفس النقطة. طيب لو كنت قلتي لي من أول بهذه الطريقة وكنت واضحة وصريحة معايا، أكيد كان الموضوع رح يختلف، رح تقول لك أو رح تقولي لها بعد الشيء. إذا من أول الطريق ولا من آخره؟ هو هذا اللي احنا جالسين نتكلم عنه، إنه يكون من أول الطريق. خلينا نكون كلنا واضحين مع بعضنا البعض. خليني أنا وإنتي اليوم نكون واضحين وصريحين لما نيجي نسمع محاضرة، إني أنا أتقبل هذا الكلام ولا ما أتقبله. وإذا كنت أبغى أرفضه لازم أكون واضحة وصريحة وأقول ليش أنا أرفضه. لما أكون في علاقة مع النساء في صداقة لازم أكون واضحة وصريحة معاهم في الأشياء اللي أقبلها واللي ما أقبلها في هذه الصحبة، والأشياء اللي أقدر عليها والأشياء اللي أنا ما أقدر عليها. كل ما أكون واضحة وصريحة معاهم معناها أنه أنا إنسانة بسيطة جدا. ومعنى أني أنا أكون اليوم إنسانة بسيطة معناها أنه كل أحد يقدر يكون صديق لي، لكن هو أكيد رح يعرف أنه شرط الصداقة هو الوضوح والصراحة. لأنه لما تكوني أنت صادقة وواضحة وصريحة وبسيطة جدا، الناس رح يشعروا بالأمان معاك، ولما يشعروا بالأمان معاك معناها رح يفتحوا قلبهم، ولما رح يفتحوا قلبهم رح يتقبلوا كل الكلام اللي رح تقولي لهم إياه، لأنهم يعرفوا تماما أنه أنت إنسانة صادقة وصريحة. وهذا الكلام ينطبق على أولادك اليوم. أنت لما تكوني مع أولادك وتكوني صريحة معاهم في أنك توضحي لهم نقاط قوتهم وتقولي لهم نقاط ضعفهم فين، وتظهري لهم حبك لهم بالكلام وبالأفعال، وتقولي لهم بالضبط أنت إيش تبغي وإيش ما تبغي، رح يكونوا ممتنين جدا لأنك أنت سهلتي عليهم طريقة التعامل معاكي وتقديرك التقدير اللازم لك أو الذي تستحقينه. فرح يبدأوا هم كمان يتعاملوا معاكي بنفس الطريقة. ولما يكون عندهم مشكلة أول شخص رح يفتحوا قلبهم ويتكلموا معاه فيه هو أنت. ليش؟ لأنهم دائما رح يقولوا أمي امرأة بسيطة جدا وواضحة وصريحة وما تجامل وما تخبي ولا تلف ولا تدور، فرح تقول لي بالضبط هذا الشيء اللي صار معايا هو صح ولا خطأ، أو الشيء اللي أنا سويته هل هو صح ولا خطأ. وهذا طبعا راح يؤدي إلى إيش؟ إلى أنهم يشعروا بالأمان والراحة والسعادة، وهذا أدعى للبر والإحسان إليه. نفس الشيء المرأة مع زوجها، لما تكوني أنت اليوم مع زوجك واضحة وصريحة في الأشياء اللي أنت تحبيها بدون ما تجامليه، في الأشياء اللي ما تحبيها في حياتك معاه، رح يكون جدا سهل عليه أنه يتعامل معاكي بالأسلوب المناسب لك ويحقق لك الرفاهية والسعادة في حياتك. لكن لما أنت تخبي اليوم عن زوجك، يضايقك أمر معين هو يسويه وتسكتي عشان ما يزعل هو وتكبتي في نفسك، معناه أنت بتشيلي في قلبك، ولما تشيلي في قلبك مع أقل فرصة رح تنفجري، ولما تنفجري رح تستغرب جدا يقولك طب ليش ما قلتي لي؟ الموضوع بسيط جدا، لو كنت واضحة وصريحة معايا من البداية كانت الأمور كلها أسهل بكثير. وهذا مع الأسف الشديد من المشاكل الكثيرة اللي تواجهنا في حياتنا، ولا في الأشياء اللي أنا أسمعها مثلا من خلال استشارات النساء، أن الموضوع يكون جدا بسيط. كان يحتاج فقط من المرأة أن هي تكون إيش؟ واضحة وصريحة مع زوجها، تقول له إيش تبغى وإيش ما تبغى، إيش تحب وإيش ما تحب، لكن ما تسكت على مبدأ أنه لا يزعل ولا يتحسس وما أبغى أضايقه ولا أبغى أكلف عليه. لا، أنت ما راح تكلفي عليه، بالعكس كل ما كنت أنت واضحة وصريحة راح تكون حياتك معاه جدا سهلة وبسيطة. حتى في الأشياء اللي ما تحبيها ولا تزعلك، لما تكوني أنت واضحة وصريحة وتعرفي، معناها راح تكون عندك أنت ثقة بنفسك، وراح يشعر زوجك أنه أنت امرأة قوية جدا واثقة من نفسها وتعرف إيش تحب وإيش تكره، وهي واضحة وصريحة ولا تتغير ولا ما تتغير مع الأيام. وهذا اللي احنا دائما نبغاه. فاليوم أنا وإنتي نبغى نتفق على أن احنا نكون في علاقتنا الاجتماعية مع النساء، ولا في علاقتنا الاجتماعية مع أبنائنا وبناتنا، ولا في علاقتنا الزوجية مع أزواجنا، نحن نكون واضحين وصريحين، لكن مع أسلوب لطيف جدا ومحبب جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لما أنت اليوم تبغي الناس تكلمك بلطافة وبحب وبهدوء وبتفهم، معناه هو هذا الشيء اللي لازم تقدميه لهم.
إذا أنت ما أنت مهتمة لهذا الأمر لازم تدركي إنه هو أمر مهم جدا. لما تيجي تقولي لي أنا معايا الحق في هذا الشيء، راح أقول لك صح، لكن انتبهي الحق اللي معاك هذا لا يضيع بسبب عدم وجود أسلوب لتوصيل هذا الحق. فما يكفي إنك تكوني واضحة وصريحة، لكن يهم جدا إن يكون عندك أسلوب في أثناء كلامك وفي أثناء طرحك وفي أثناء ممارستك لهذا الوضوح ولهذه الصراحة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون أنا وإنتي اليوم من الناس الواضحين الصريحين اللي إحنا نقدر نكون في علاقة طويلة جدا من الصداقة والنصائح المتبادلة دائما وأبدا. هذا كان آخر شيء لليوم، وإن شاء الله تعالى ألتقيك في اللقاء القادم. أتركك بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.